خليفة الله يسلمك. مدرب مبيعات، ايوه يعني راجل كل تخصصه بيع. ده حقيقي فانت فاجئتني لما قلت لي موضوع عقلية الناجحين وعقلية بالظبط النجاح كيف يفكر الناجحون والكلام ده. صحيح فبسألك يعني سألتك بمنتهى البساطة انت عرفت الكلام ده منين؟ قلت لي بالظبط أنا عشان ابقى بياع لازم ده الطريق الاول، وده ده حاجه انت حقيقي بتقولها في كل اي سيشن تدريب عندك تقريبا ده يعني. حقيقي ده بالظبط. حسب ما فهمت منك. مم. فانا عايز اعرف في الاول يعني ايه بقى عقليه النجاح دي. اول حاجه طبعا انا متشرف ان انا معاك بجد الله يبارك فيك. وده لقاء يعني انا كنت مستنيه بقالي كتير قوي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وعلى المستوى الشخصي طبعا انا متشرف ان احنا اصدقاء ربنا واخوات يحفظك. يعني وكده. شرف ليا. الله يسلمك يبارك يا فيك. ربنا يبارك فيك حبيبي. طيب الموضوع باختصار ان احنا الشغله بتاعتي انا شغال بياع من 2004 لغايه النهارده، بقالي داخل في 19 سنه لغايه النهارده. ففكره البياع عموما هو واحد من اكتر الشغلانات يعني اللي لازم يكون محافظ على عقليه النجاح، ان هو دايما البياع بيبقى عليه ستريس كتير قوي وكبير قوي، وفي ناس كتير اصلا ما بتحبش الشغلانه دي علشان الاسترس بتاعها، انك انت دايما مضغوط عليك بالتارجت بتاعك ومضغوط عليك بانك انت لازم تبيع كويس وتعرف تقنع العملاء وتهندلهم وتشتغل عليهم، تقدر تقنع بشكل كبير، وفي نفس الوقت تقدر انك انت يعني تجيب دخل للشركه وتكسب وتكسب الشركه وتكسب انت يعني. فده كان بيخليني او خلاني لما دخلت في مجال ان انا اعمل تدريب بتاعي، وحتى كنت حكيت قبل كده في اللقاء بتاعي مع الدكتور ابن سلم، وكان لقاء عظيم. انا اتعلمت منه جدا عظيم. جدا، وهو حد ما شاء الله يعني استاذنا ربنا يبارك كلنا. لكم انتوا الاثنين. الله يخليك يا حبيبي. فقلت له ان في مشكله اصلا في السيلز كتخصص او شغلانه، يعني انها هي طبعا جزء من الماركتنج بس ملهاش ليترتشر، ملهاش ادبيات كتيره، ملهاش كتب كتير. فانا اضطريت ان انا اخترع تدريب للمبيعات من الاول فروم سكراتش، يعني تخترع منهج يعني او اسلوب تمشي عليه. اخترع منهج للتدريب، لان مفيش حاجه علميه تقيله واضحه ستراكتشرد او يعني منظمه كويس. للمبيعات. فطبعا في حاجات بس بتبقى حاجات صغيره قوي، بتشرح شويه حاجات في العمليات وحاجات زي كده، لكن التسويق مثلا لا، في كتب، في سيستم معمول، وفي جايد لاينز كبيره وموضوع واضح قوي. المبيعات لا، لانها ممارسات اكتر وبتاع. فلما عملت النظام بتاعي في التدريب زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، لقيت ان في جزء مهم جدا جوه عقليه البياع عشان ينجح، هي عقليته هو. يعني هو نفسه بيفكر ازاي. فانا اصلا كنت ضربت غطس كده، كنت حتى حكيته لحضرتك قبل كده، ان انا ضربت غطس في حته البني ادمين بيفكروا ازاي، والعقل الواعي بتاعهم واللاواعي. ايوه. القرارات بتاعتهم بتيجي منين، وايه اللي بيخلينا ناخد القرار ده، وايه اللي بيخلينا ما ناخدش القرار ده، ايه اللي بيخلينا نفكر صح وايه اللي بيخلينا نفكر غلط. فانا لقيت ان في جزء كمان لازم اكلم البياع نفسه عن نفسه. وفعلا يعني فعلا دلوقتي عايز اطلع كورس او حاجه اسمها عادات الناجحين ان شاء الله. فجزء منها اللي هو تفكير النجاح او عقليه النجاح، في جزء تاني ازاي الانسان ان هو يقدر يطور عادات صحيحه، وازاي يقدر يتخلص من العادات السيئه. فده يعني جزء من الحاجات اللي انا عايز اعملها ان شاء الله الفتره الجايه يعني.